امتى ندم سيدنا عبد الله بن عمر انه لم يبادر؟ اوقات بتبقى قاعد في ميتنج وبتتسأل سؤال وبتيجي الاجابة في بالك، ولكن تتردد تقولها يا يمكن تطلع غلط، وفي الاخر بتطلع الاجابة اللي كانت جواك هي الاجابة الصح. الموقف ده كان بيحصل لي كتير لحد ما سمعت الموقف بتاع سيدنا عبد الله بن عمر. كان قاعد مع الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أبو بكر وفي عمر، والرسول كان بيسألهم وبيقول لهم: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فبيقول سيدنا عبد الله: فوقعت في نفسي أنها النخلة، ولكن في المجلس أبو بكر وعمر، فتردد ان هو يقول الاجابة دي. فالرسول لما لقى محدش جاوب فقال: انها النخلة. خرج سيدنا عبد الله من المجلس وقابل سيدنا عمر وقال له: انا جات في بالي انها النخلة. فقال له: طب ليه ما جاوبتش؟ قال له: رأيت في المجلس انت وابو بكر فترددت. المبادرة مش عيب، وحتى لو طلعت غلط مش نهاية العالم، بالعكس بتكون فرصة كويسة جدا ان انت تظهر علمك وثقتك، وده بيكبرك عند الناس. ولو كنت غلط هتتعلم من خطأك. وما تفكروش كتير في موضوع اصل محرج لا يطلع اجابتي غلط لا يقولوا عليا كذا، لان ده من الحاجات اللي بتخلي الواحد ما يبادرش. فالخطأ في الاجابة مش عيب، العيب ان انا اكون عارف الاجابة او متوقع ان انا عارفها وما اقولهاش، علشان الشجاعة ان انا ابادر هي اللي منعتني.